هتكلم المرة دي عن الألم المزمن في الكعب. الناس اللي عندها ألم في الكعب، هقسم ألم الكعب إلى مجموعتين: ألم أسفل الكعب يعني الألم في الكعب من تحت، والنوع التاني اللي هو ألم في الكعب من ورا. النوع الأولاني اللي هو ألم في الكعب من تحت، أشهر سبب ليه هو الشوكة العظمية أو التهاب اللفافة الأخمصية. ولكن ألم الكعب من وراء السبب بيكون مختلف، ده بيكون التهاب في منشأ وتر أكيلس. وتر أكيلس ده الوتر اللي ماسك في أعلى عظمة الكعب من وراء. لما بيلتهب ساعات بيسموها الشوكة العظمية الخلفية اللي هي بتيجي في عظمة الكعب من وراء، أو بيسمى التهاب في منشأ وتر أكيلس. طبعا هنتكلم عن التهاب منشأ وتر أكيلس ده اللي هو بيسبب ألم في عظمة الكعب من ورا. الخط الأول للعلاج هو استخدام مضادات الالتهاب والمسكنات ومضادات التورم والكمادات الدافية. لو الدنيا ما اتحسنتش بنبدأ بقى نعمل إشاعات، بنبدأ نعمل أشعة عادية، بنبدأ نعمل أشعة رنين على الكعب. العلاج بيكون إن إحنا ممكن المريض لو ما استجابش للعلاج إن هو نبدأ بعد استشارة الطبيب في العيادة يبدأ يعمل علاج طبيعي. وبعض الناس ممكن نوصف لهم موجات تصادمية. ممنوع تماما استخدام حقن الكورتيزون أو حقن الكورتيزون في الوتر بتاع الكاحل، وتر أكيلس اللي هو في الكاحل من ورا اللي ماسك في عظمة الكعب. ممنوع نستخدم حقن الكورتيزون في الكعب من ورا. ده السبب الأول وهو التهاب وتر أكيلس أو التهاب في منشأ وتر أكيلس. النوع الثاني اللي هو ألم في بطن الرجل أو ألم في كعب الرجل من تحت. السبب الأشهر هو الشوكة العظمية أو التهاب اللفافة الأخمصية، ودي علاجها بيكون مختلف شوية. بنبدأ الأول بالأدوية، لو الأدوية ما جابتش نتيجة بنبدأ بالعلاج الطبيعي وبعض التمارين تمارين الاسترتشات لعضلات السمانة. الخط العلاج اللي بعد كده هو الحقن الموضعي. الكعب من تحت ممكن نستخدم حقن الكورتيزون الموضعي في علاج الشوكة العظمية أو التهاب الكعب من تحت. ممكن نستخدم برضو الموجات التصادمية، والتدخل الجراحي بيكون في الآخر خالص وغير محبذ في المنطقة دي، غير مستحب.